اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. حطوا اللايك بالله عليكم، حطوا اللايك وكومنت حلو يفتح النفس كده ويشرح القلب. ربنا يشرح قلبكم يا رب بزيارة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل معانا خد الجميل الحلو ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا حبايب قلبي جبت بقى، فكرت بقى في ايام زمان وايام ما كنا بنجري ورا الراجل اللي بيعمل الخد الجميل ده. قلت بقى انا هفرح العيال واجيب لهم بقى ايه، خد الجميل. غسلت خد الجميل، جبت نص كيلو بس من التفاح الصغير الحلو ده، علشان احنا كنا بناكله صغير يا جماعة. كان بيبقى حلو كده مع الراجل، وصغنون اكتر من كده كمان. فانا حبيت اقلد ايام زمان واقلد المصايف بقى، وكل سنة وانتم طيبين. الصيف بقى طلع وكل حاجة بتشتريها من المصيف زي ما انت شايفة كده. الخد الجميل ده بتشتري الواحدة بالشيء الفلاني. وبصوا مش هقول لكم ما بتبقيش ضامنة برضو حلاوتها ولا ضامنة نظافتها. النهاردة جبت نص كيلو، وجبت كوباية كده من السكر، ونص ومعلقة من العسل الكلوكوز، وربع كوباية من المية، ورفعتهم على النار لما ينشفوا. اما يغلي معايا غلوتين تلاتة كده، وتعملوا له اختبار تلاقيه بيقرقش تحت ايديكي كده، او تقرقش تحت بقك كده. لازم يقرقش، لان لو كان طري شوية هيبقى يندخ كده ويمسك في اسنانك. ماشي يا حبايبي. النهارده فضلت بقى ان انا اعمل له اختبار كده، اختبار لغايه ما ايه، ما نشف معايا وبقى تمام التمام. هنا بقى معايا نكهة الفراولة، صوص بنكهة الفراولة. حطيت منه كده نص معلقة ونص معلقة من لون الطعام اللي هو جل ده، بيتحط على الحلويات، يعني صحي مش مضر ولا اي حاجة. وقمت بقى نازلة بالتفاح بتاعنا كده في الحلاوة بتاعتنا اللي احنا عملناها ديت. وبصوا بقى طعم الخد الجميل. هنا الطبق بقى انا عصته زيت الاول علشان ما يمسكش فيه الحلاوة، ما تمسكش فيه وتعذبك وانت بتطلعيها. ماشي يا حبايبي. انا في واحده بس اللي مسكت جامد، علشان تقريبا تحتها ما كانش متعص مدهون زيت. ماشي يا حبايبي. فالمهم قعدت ايه اعمل في خدي الجميل كده. لما خلصته زي ما انتوا شايفين كده، بصوا مطلع معايا بسهوله ازاي. جيت بقى ان انا اطلعه كله زي ما انتوا شايفين، لقيت واحده بس ماسكه جامد كده. دي تقريبا تحتها ما كانش مدهون زيت. ماشي يا حبايبي. ورصيته بقى في طبق تاني كده علشان ازين الطبق بقى ويفتح النفس ويبقى حلو معاكي كده ويفتح النفس. جيت ازينه كده وبعدين قلت لا لا لا، انا مش هزينه كده. انا قمت شايله بصوا حطيته على الحروف كده عشان يدي منظر حلو. وحطيت بس شجره كده في النص. وادي خد الجميل معانا خلص النهارده. ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم حبايب قلبي. بجد شكله حلو، كان طعمه جميل جدا جدا. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم وينول اعجابكم. حطوا لنا لايكات كتير بقى كده عشان القناة تكبر كده. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.